في عمدان هنا مفيش عمدان. طب ما نزرعها ونطلعها تاني، وايه المشكله؟ في الدورين، ما هي في دور تحت هي طلعها في الدورين، ايه المشكله؟ انا عايز افهم. المشكله بقى ولا اي حاجه، الراجل هيجي يعمل نجارته وشويه الحديد جوه محدش هيشوفه، ويخلط على اي سقف من الاسقف دي كده ويعبي العمدان دي هتتعبى من الاخرام في السقف. ثاني عمدان اللي اتلغت. لا، ما اللي اتلغت دي خلاص بقى اتلغت من سنين. اتلغت من سنين. طب ما انت ماشي، طب ما انت دلوقتي طالع تحمل عليه، يعني انت لغيته، اما ما كانش من حقك انك تبني عليها تاني خلاص. ما احنا دلوقتي عايزين نزرع كاميرات للسقف اللي هو طائق من، هنقول لك دلوقتي شيل السقف هتتعقد من حياتك. فاحنا عايزين نوجد لك حل. ايجاد الحل ده، اولا انت عامل حيطان 8 سم وشايل عليها سقف، ازاي الكلام ده؟ وحتى البيت اللي عامل لك الكاميرات دي مش كاميرات، فيش كاميرا 7 سم ولا 8 سم، يعني جاي حتى مش عايز يعمل حاجه لوجه الله صح، يقول لك اعمل الحيطه دي 25 ويبقى طالع حوائط حمل. فيش حيطه حامله 12 سم وطوب مخرم، والطوب ده اساسا بيشرخ وهو محطوط على الحيطه ومش شايل حاجه، يعني هو لوحده بطبيعه الطوب ده من ساعه ما اتبلينا بيه وهو بيشرخ اساسا. طب يا اخي هات طوب اسمنتي بقى طالما انت ما عندكش عمدان، واعمله 25 سم، لكن انت عامله طوب طفلي اللي هو المخرم و7 سم. ده مصمت. شغالين مصمت. طب حلو، مصمت، ما هو مصمت مشرخ كله برضه اهو، و7 سم ومفيش كاميرات. ده السقف ده كتر خيره انه واقف. ما هي دي الفكره. ما دي مش دي الفكره. احنا ايه الحل بقى؟ الحل ايه؟ انا لو قلت لك حتى كبر الحيطان دي وخليها 25 سم ومهما شحط في السقف فوق عمرها ما هتحمل خلاص. عشان تاني حاجه برضه بمناسبه ان هو شحط في السقف الحيطان دي بعد ما السقف ده اتصب، يعني برضه عشان الحاله تبقى واضحه، السقف ده اتصب الحيطان اتبنت. لا مش اتبنت، هي كانت مبنيه بس هو ما نزلش كاميرا عليها، فبالتالي السقف بعيد عن الحيطان، طوب طلع مفيش حاجه سنداه ولا الكتف ده كان موجود. طب ما انتوا يا جماعه احنا شحطنا ده وده بعد ما طب انتوا يا جماعه كده انتوا داخلين في هلاك. ده هلاك، ده شغل غير مدروس منطقيا بالعقل. احنا بعيد بقى عن الهندسه وان انا مقاول وان انا صنايعي. احنا لو جبنا واحده ست جاهله من قرى لقرى مش هتقبل الوضع ده. احنا ناس كلنا يعني ما شاء الله انتوا شباب يعني زي الفل. هي الفكره بس ان احنا ما كناش مركزين قوي، يعني هو في شغله وانا في شغلي طب خلاص، طب ما هو انت دلوقتي الخطأ ده دلوقتي هتفك كل الحيطان اللي فوق دي وسيادتك تبني حيطان حامله من تحت هنا على الحيطان الحامله اللي تحت، وسيادتك هنا بقى هتشنش الحيطه دي ويطلع يربط طول ما هو طالع طوبه وطوبه. ما يجيلكش بقى كل متر يروح عامل لي خرم ويحط طوبه، هيربط طوبه وطوبه وتعمل حيطان هنا حامله 25 سم تزود، والبنا اللي هيجي ينقل الحيطان من تحت. انما الوضع ده ما فيش. لا طبعا مش هتقعد، السقف ده مش هيقعد، هيبتدي يشرخ ويزيد تشريخه. وبعدين طبعا الواضح ان نسبه الاسمنت اللي فيه ضعيفه جدا كمان. هو نسبه اسمنت ونسبه مون كمان زي الزفت، يعني احنا المفروض ما هي نسبه المون هي اهم حاجه الاسمنت فيه. احنا بنقول مثلا ايه؟ طيب نحيي بقى ونعتبر ده بقى سقف خشب ونشتغل صح، ولا هتعملوا ايه؟ انتوا جايبينه دلوقتي عشان تاخدوا الحل، هتعملوه ولا انتوا جايين عايزين واحد يفصل حل على راحتكم انتوا؟ يبقى الحل نفك الحيطان اللي فوق دي كلها ونقوي الدور ده بحوائط حامله جديده. ونفك الحيطان اللي فوق لازم. في سقف فوق عليهم على الحيطان. لا والله في سقف فوق على الحيطان بس برضه. مفيش عمدان بقى فوق. الله اكبر. طب ليه من الحركه اللي انت؟ طب احنا لو عملنا الحيطه دي في حيطه تحتيها؟ انهي واحده؟ الحيطه اللي فوق دي اللي هي دي ودي يعني في زيها تحت. في زيها تحت يبقى تنسوا بقى حكايه الريسبشن بقى، وعايز بقى تحقق احلامك هنا وتعمل فيلا ومطبخ امريكاني وسيادتك هتبني حيطان تحت الحيطان اللي فوق دي. هو في حيطان تاني فوق اهي دي ماشي. ما هو انا بتكلم، هو دي المصيبه كلها، ما هي دي اللي عملت، هي دي اللي نزلت السقف. يعني هو ده الفرق الوحيد بين مش الفرق الوحيد، احنا اللي هنقدر نحله سيادتك هتعمل حيطه وحيطه 25 سم وتتشحت كويس جدا من هنا. طب لو احنا عملنا، وعايز اقول لك كمان هيتعمل لها دبابيس في السقف هنا من فوق وتتشحت مع المباني من فوق. يعني هنعمل ايه؟
يعني ايه يا عم انت شرطه ولا ايه؟ ما انا عارف، ما هي دخلته معرفه. وتيجي حضرتك من تحت الحيطه هيخرم وينزل حديد 8 مللي من فوق، هيتشحت عليها الحيطان دي. كل 30 سنتي تنزل حته حديده كده 50 سنتي في الحيطه، وزي ما تجيب في السقف وتتزرع ب 165 من السقف، هتتخرم بهيلتي وتنزل من فوق وتتقفل باديبوند وماده لحمه من فوق، ودي هيطلع عليها الحيطه وتتشحت عليها بعد كده الحيطه بخوابير. عشان انا بدل ما كنت بعمل العكس، بدل ما كنت بعمل حيطه حامله واصب عليها السقف، انا دلوقتي بعد السقف ما اتصب عايز اصنع حيطه حامله، فلازم عشان الحيطه الحامله دي تشيل في يوم، ما هو اصل المون اللي موجوده جوه الطوب دي، المون دي هتنشف، فلما تنشف الحيطه بتقل، فالحيطه لو فيها 5 مللي حتى ما هيش شايله. فانا عشان امنع كل الكلام ده هزرع هنا اسياخ حديد تنزل من فوق ب 165 ويتربط عليها الحديده اللي طالعه من الحيطه اللي طالعه من تحت. معلش، والسقف اللي متشال على بقيه الحيطان فوق ده برضه ده حل هنا. ما احنا انت بص ما تلخبطنيش، خليني واحده واحده. ما انت ما احنا نخلص هنا الاول. تمام. تيجي نشوف السقف اللي بعد منه. ما فيش منه. لا وماله بالمره. خلينا نخلص هنا. كل الحوائط اللي فوق دي هتتزرع لها حيطان حامله بنفس الطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليها هنا. هيتزرع لها سياخ حديد من فوق تنزل، وبعدين تطلع عليها الحيطه وتتربط فيها وتتشحت بعد كده بخوابير. خلصنا الحيطان اللي تحت وكلها 25، تطلع للحيطان اللي فوق وتعملها. طالما اشتغلت تحت وخلصتها وتطلع الحيطان اللي فوق تخليها 25 برضه. تمام. بس احنا بنتكلم في الحيطه دي بس ولا هنعدل كل الحيطان؟ كل حيطه فوق اتبنت تحتيها حيطه هنا. واحنا كده حولنا البيت لحوائط حامله. طب ما هو هنا يا باشمهندس اللي فوق الحيطان دي كلها تحتيها حوائط. خلاص اتفقنا. يبقى هتزود دي 25، ما قلتش حاجه. انا بقول اللي تحتيها حيطه زودها 25، واللي مش تحتيها حيطه هتزرع لها، تعمل لها حيطه 25 وتزرع لها الاسياخ الاشعار دي من فوق. يمين يعني الكاميرا. اولا الكاميرا ده حاجه من الاثنين، يا كاميرا ما بين عمودين يا على عمود وكاميرا تانية. لا ما تخافش، مفيش حد بيطلع. لا انا عايزها جنب. لكن دي كاميرا طايره كده وكاميرا طايره كده، دي مين شايل مين، ودي طايره كده مين شايل مين. فده كله دي عباره عن شويه اسمنت فوق الحيطه، مش كاميرات شايله. ينفع. فاحنا الحيطه بس اللي تحت، انه قولوها لي بس لغايه فين يا عم. خد الشريط وانقل هنا عشان الناس تعرف. احنا هنا الحيطه دي هيجي بالنا محترم، هيعمل لنا حيطه هنا طوبه وطوبه يغذيها كويس. يعني سيادتك جنبها هيربطها في دي، هتبقى دي 25. ماشي. يربطها يعني رباط رهيب واسمنت بزياده. وبعدين لما نيجي نطلع فوق سيادتك هنا بقى هتعمل لي قميص للكاميرا دي. هتعمل ايه؟ قميص للكاميرا دي بكانه جديده خالص بحديد ساقط، وتتصب منين؟ من فوق. حلو الكلام ده. وهتعمل لها طبعا جنب من هنا تتصب من فوق. ايوه. هيخرم هنا كل 50 سم هيخرم خرم. ايوه ما تخافش، خلينا اتكلم. ماشي انا معاك. واحنا مش اول مره نزرع كمر، ما بنزرع كمر كده. لا ما تقولش افضل. مش انا جاي هنا عشان كل ما اقول لواحد فكره يقول لي فكره تانية. يا عم اسمعني. طيب. احنا بنزرع كمرات بالمنظر ده كده. لازم من فوق. لازم من فوق. ليه بقى؟ هقول لك من فوق ليه. انت اللي هتصبه من الجنب هينشف وهيبقى فيه فرق برضو 2 مللي 3 مللي، مش هيبقى مش شال. لكن لما كوب من فوق انت كده قافل الخرسانه على السقف، مفيش هوا فيها. وصلت؟ ماشي. بس يبقى احنا كده هنبتدي نعمل ايه؟ هنعمل الكاميرا بقى اللي هنا دي، وتيجي بطلع قميص للكاميرا الصغيره دي، يمتد هذا القميص لغايه الكاميرا حضرتك اللي هنا لغايه الاخر. يعني مش ربع 10. تمام كده؟ بنفس المقاس الحيطه اللي فوق. لا هي 20 سم. هتبقى 20 سم. ماشي. وانت بقى هتعمل ايه بقى؟ دي هتبقى 25 مش 20، عشان يبقى في 5 سم بره الحيطه تخرم منها وتنزل منها الخرسانه بتاعتك. مفيش مشاكل يا هندسه. اعملها عرضها 30 سم. الكاميرا عرضها 30 سم. ال 10 سم الثانيه دي اللي هتصب منها الخرسانه. ماشي. يبقى احنا كده ايه؟ الحيطه دي اتحلت مشكلتها،
وتقريبا شالت كل السقف خلاص. وتقريبا كده المكان كله اتشال كده خلاص. طب اللي هنا الحيطه اللي هنا اللي حضرتك قلت عليها الحيطه اللي هي بتاعت الاوضه دي بقى اللي مش تحتيها حيطه